قبل ما تقرروا تهدوا بيوتكم فكروا في ولادكم. ما هو مش كل اب وام بينفصلوا بيكون الضحيه الابناء. هما ذنبهم ايه؟ يعني انا نفسي افهم ذنب الولد والبنت ايه ان انتوا انفصلتوا وقررتوا الانفصال. قبل ما تنفصلوا وتقرروا الانفصال اعرفوا انتوا هتعيشوا اولادكم ازاي. ما يبقاش الولد والبنت الاب والام موجودين والولد والبنت ضايعين. لما يبقى ابن ضايع وتكلم الاب تقول له ابنك بيعمل كذا 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 يقول لك ما هو مع امه، وتكلم الام تقول لك اصل انا بشتكي لابوه وابوه ما بيعملهوش حاجه، اصبح ان هو ضاع في النص. ليه دايما الضحيه في الانفصال الاولاد؟ لو سمحتوا طالما قررتوا استحاله الحياه فكروا في اولادكم، يا اما كملوا بقى. ما هو طالما كده كده الاولاد هتضيع، لا كملوا، على الاقل هيبقوا في وسطيكوا. انت شايف ابنك بيغلط في ايه وانت شايفه بنتك بتغلط في ايه، انما الحياه كده لا. ما يبقاش نتيجه الانفصال الابناء يا جماعه. طالما قررتوا الانفصال قبل ما تقرروا الانفصال اتفقوا الاول هتقدروا تعيشوا اولادكم ازاي، هتعملوا ايه مع اولادكم، ايه ذنب الاولاد ان هم يدفعوا نتيجه الانفصال. اب اناني او ام انانيه وهم في النص، ذنبهم ايه يا جماعه؟ يا رب يعني نفكر في اولادنا شويه. انت اخترتي غلط، مش ذنب بنتك بقى ان انت اخترتي غلط. انت اخترت غلط، مش ذنب اولادك ان انت اخترت غلط. يا تقدروا تيجوا على نفسكم وتكملوا، يا تشوفوا هتعملوا ايه مع اولادكم. انما ترموهم كده ويبقى معظم الاولاد اللي الاب والام منفصلين ضايعين، ده حرام.